عجائب الدنيا السبع كلها تدمرت وكلها اختفت من الوجود، ولم يتبقى لها أي أثر تقريبا إلا أعجوبة واحدة فقط تحدت الزمن والبشر والأرض والطبيعة وبقيت صامدة حتى اليوم. لكن هنا يبدأ اللغز الحقيقي. كيف استطاع شعب عاش قبل أكثر من 4500 سنة تشييد بناء بهذا الحجم وبهذه الدقة؟ حتى اليوم لا يوجد اتفاق كامل بين العلماء حول الطريقة الدقيقة التي نقلت بها الأحجار العملاقة ورصت بهذا الإتقان. وهذا ما فتح الباب لعشرات النظريات، منها أن آلاف العمال استخدموا منحدرات ضخمة وتقنيات هندسية عبقرية، ومنها روايات أكثر غرابة تزعم وجود حضارة متقدمة أو حتى تدخل كائنات فضائية. ورغم آلاف السنين والزلازل والعواصف وتغير الحضارات، لا تزال هذه الأعجوبة تقف في مكانها، شاهدة على واحد من أعظم الإنجازات الهندسية في تاريخ البشرية. إنها الأهرامات، آخر عجائب الدنيا السبع القديمة التي لا تزال صامدة حتى اليوم.